شايفين يا حبايبي طراوه العيش عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يتعمل سندوتشات، ناكله مع سمنه بلدي، ناكله مع الجبنه، ناكله مع البطاطس، مع اي حاجه يتغمس بيها، جميل خالص يا حبايبي. شايفين الطراوه عامل ازاي يا حبايبي تحت العيش اهي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل حاجه سهله وبسيطه. هنعمل العيش البدوي او عيش الصاج يعني، بس هو معروف ان هو ده العيش بتاع العرب، بيعملوه العرب في جنوب سيناء وشمال سيناء ودول الخليج عامه يعني. تعالوا نعمل عيش الصاج يا حبايبي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي كميه دقيق، الكميه اللي انا عايزاها. مفيش اي اضافات غير الملح يا حبايبي والميه بس. حبه ملح يا حبايبي كده عشان انا عندي كميه كبيره، فحط حبه ملح كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وميه عاديه خالص من الحنفيه. بسم الله. نخلت الدقيق اولا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عجينة عادية خالص يا حبايبي، ما فيهاش أي تكلفة ولا أي إضافات تاني غير الدقيق والملح والمية. هخلص العجينة يا حبايبي طيب، وهرجع معاكم تاني بعد ما اخلص العجينة عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. بس يا حبايبي العجينة بتاعتنا بقت تمام اهي ما شاء الله. بصوا بقت عجينة عاملة ازاي اهي بالشكل ده يا حبايبي كده. يبقى العجينة بتاعتنا خلصت ما شاء الله. هنبدأ نجرس فيها دلوقتي أو نقطعها بالشكل ده كده. ده قطع كبيرة يا حبايبي مش صغيرة عشان أنا الصاج عندي كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. عندي صينيه فيها دقيق طبعا، هقطع العجين عليها ها بالشكل ده كده يا حبايبي. هقطع بقى كميه العجين يا حبايبي واولع الصاج وارجع معاكم تاني نخبز مع بعض. خلاص يا حبايبي انا جرست كميه العجين معايا كلها اهي، وولحت كمان على الصاج علشان يسخن على بال ما ابدا اخبز اول واحده معاكم اهي. الصاج والع النار لوحده ومطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا يا حبايبي اخبز اول واحده معاكم اهي. هحط دقيق فوق منها، واول واحده جرستها هي اللي هبدا خبيز بيها. بسم الله. نزق ديت شويه كده. ده حرف العيش يا حبايبي، لازم اموت حرف العيش كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. نخلي بالنا من السوا يا حبايبي بتاعها. بسم الله. ولو في حد يساعدنا كمان يا حبايبي يا ريت يكون احسن يعني، يكون افضل. هتاخد اللون الذهبي ده منقط كده يا حبايبي كده. بس هي كده استوت. نسوي الناحيه التانيه زي كده. اي جنب فين نلقاه ابيض كده يا حبايبي نديله تشميع كده من هنا ومن هنا عشان العيش بتاعنا يبقى مستوي حلو. خلاص يا حبايبي كده دي خدت السوا التمام بتاعها. جنب مني كده في حاجه كده. هعمل حبايبي معاكم واحده تاني اهو. بسم الله. ابدا برضو الحواف كده، الحروف بتاعتها كده. الحركه ده ما تخلي الحروف ترج يا حبايبي معايا كده، ما تبقاش تخينه بالشكل ده كده. هاخدها على ايدي. بسم الله. ولو اتقطعت مني حته مفيش اي مشكله. نسوي التانية مع بعض. اول ما تاخد تشميعه كده من هنا تشد وروح قلبينها الناحيه التانية كده. المهم ما نشيلهاش من على الصاج قبل ما تستوي كويس، الشمع من الناحيه دي والناحيه دي. هقلبها كمان مره تانية يا حبايبي كده. شايفين خدت اللون الجميل ده ازاي وتشمعت كده من الناحيه دي. ها نشمعها من الناحيه التانية كده.
شايفين حبايبي شمعت من الناحيه دي ومن الناحيه دي تمام اهي، ما شاء الله عليها بالشكل ده كده اهو. خلاص كده هشيلها يا حبايبي واكمل باقي الكميه كلها وارجع معاكم نقدم مع بعضنا ان شاء الله. خلاص يا حبايبي خلصت كل الكميه اللي معايا اهي، ما شاء الله. شايفين يا حبايبي العيش عامل ازاي؟ ما شاء الله كبير خالص يا حبايبي وكميه كبيره ما شاء الله. بص قد ايه كميه، قد ايه خبزاها اهي بسم الله ما شاء الله. انتوا يا حبايبي لو حابين تخبزوا كميه اقل من كده ان شاء الله حتى نص كيلو دقيق يخبزوه. واللي ما عندهاش صاج يا حبايبي ان شاء الله المره الجايه هعمل معاكم في المطبخ تحت على عيش الشاورما، بس على الصينيه كده او على حاجه صغيره عشان كلنا نعمل في المطبخ العيش. انا هنا طبعا عاملاه في الدور الثاني عندي بعيد عن المطبخ لان ما فيش عندي الطبليه الكبيره مش هشيلها والصاج والحاجات دي. شايفين يا حبايبي طراوه العيش عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يتعمل سندوتشات، ناكله مع سمنه بلدي، ناكله مع الجبنه، ناكله مع البطاطس، مع اي حاجه يتغمس بيها جميل خالص يا حبايبي. شايفين الطراوه عامل ازاي يا حبايبي تحت العيش اهي؟ بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا الحبايب.